يا احمد تعالى، ازاي الحال؟ اخبارك؟ الحمد لله. ازاي الصحه؟ الحمد لله. زي ما وراك. تمام. الواحد بقاله مخنوق من الدنيا، وانت اللي خانقك من الدنيا انت يا احمد، فيها اللي خانقك؟ زعلان ليه؟ عاوز يرشينا اصرف اروق نفسي شوية. عايز عشان تروق على نفسك شويه. مم. تروق على نفسك تعمل ايه يعني؟ اجيب لي تيشيرتين منطقين. طب ما تشوف لك سبوبه حلوه كده يا احمد ترزق منها، شوف مانجا تبيعهم، عودين قصب تبيعهم كده يعني. لا دول بيعملوا لنا مشاكل كتير. ايه مشاكل كتير؟ مم. مشاكل ازاي؟ يعني كل ما حد يجي ياخد منك منجاية مم. يقول لك لا دي دلع، لا دي مش حادقة، لا مش هشتريها. انت تشتري مانجا حلوه، انت اشتري اشتري مانجا نوعها مانجا. يكون حلو، من الجناين، من الجناين كده ولا حاجه يعني. سمسار. قول انت كده بقى، عايز 20 سنة عندك، عايز لا تبيع مانجا ولا تبيع قصب، وعايز 20 سنة. طب انا والنبي لما يكون المانجا عندي ما اتباعتش والقصب عندي ما اتباعش، هديك قرشين سلف منين يا احمد؟ قول لي، قول لي انت نعمل ايه؟ قول لي الحل. انت الحل حلك يا احمد، سيبك من السلف ده، عشان أنا سامع انت مستلف من كذا واحد، يعني انت عبده مستلف منه وعمرو مستلف منه، واخد بالك انت، ويحيى مستلف منه، فالناس كلها انت استلفت منها. شوف لك ما تبيع لك حبة سكرية. تعالى هتيجي تحشهم وتاخدهم تبيعهم في السوق. ماشي. خلاص يبقى تعالى خد لك حوضين سكريه حشهم وبيعهم في السوق. ماشي. بس اعمل حساب، هتحش السكريه تبيعها في السوق، تدفع انت اللي هتدفع الفلوس، مش هتقول لي ما كسبوها ما كسبتش، انا ماليش دعوه، انا هديك ارض هاخد فلوس. ماشي. خلاص. هتيجي تحش امتى؟ خليها بكرة الصبح. تيجي تحش بكره الصبح. هتجيب العربيه ولا تيجي كده؟ لا أجيب البراويت. هتجيب بروته؟ هات البروته حمل عليها ماشي. اي خدمه برضه. رجعنا في الاخر وخدت سبوبه، انا سبت المانجا وسبت القصب ورجعت للسكريه هتاخد. هو فعلا البهايم مش هتتكلم معاك يعني. روح توكل على الله.